عشاق التحف النادرة والقطع الفنية كانوا على موعد مع معرض فني ومزاد علني لأكثر من 270 قطعة في قصر الإمارات في أبو ظبي. سجادة التسع تنين الصينية التي تعود إلى أواخر القرن السابع عشر لفتت أنظار الحضور بنقوشها الرائعة رغم وضوح تأثير الزمن عليها. أقدم قطعة برأيي موجودة هي السجادة الصينية اللي هي سجادة 9 تنين، وهي صنعت خصيصا لقصر الإمبراطور في الصين، وهي منسوجة من الحرير وخيوط الفضة المذهبة، وهي قطعة مهمة جدا لأنه تخص الإمبراطور الصين شخصيا. سجاد شرقي نادر وتحف نحاسية وفضية وبرونزية ومشغولات من السيراميك والنحاس تعود للقرون السابع والثامن والتاسع عشر، بثت الروح في المعرض والمزاد. علاوة على ذلك فإن الكتب الدينية الأثرية لم تكن غائبة. من القطع المميزة المشاركة في هذا المزاد هو مخطوط قرآن كريم بخط الخطاط علي بن حيدر بن أمير جان الحافظ، واللي نعتقد أنه هذا خطة في البصرة. خط هذا المصحف في القرن العاشر الهجري بألوان نباتية وله غلاف مميز بخطوط بارزة. قطع فنية نادرة وأحجار كريمة ومشغولات من معادن نفيسة جذبت محب اقتناء التحف والآثار إلى العاصمة الإماراتية حيث يقام هذا المزاد. مهند الشناوي، سكاي نيوز عربية، أبو ظبي.